واحده صاحبتي من اسبانيا كانت بتتكلم معايا مره انها لازم في اغسطس تسيب البيت هي واسرتها ويروحوا يأجروا شقه في اي جزيره من الجزر الموجوده في اسبانيا او اي مدن ساحليه، ويقضوا هناك اسبوع اسبوعين شهر على حسب هي شغلها بيديها اجازه قد ايه. لما اتكلمت معاها في الحته دي اكتشفت ان اسبانيا كلها بتعمل كده. اغلب الناس اللي ساكنه في مدن مش ساحليه لازم تخرج بره المدينه ونقضي الشهر ده في مكان بحر وشط وحاجه مختلفه عن روتين اليوم اللي انت بتعمله في حياتك العاديه. ما ينفعش تقضي سنه كامله وانت بتعمل نفس الحاجه وانت بتعيش حياه روتينيه بحته ما فيهاش اي نوع من انواع الرفاهيه. ورفاهيه مش بتكلم فيها ان انت مثلا تروح تصرف فلوس كتيره في مكان او تستهلك منتج ما بشكل اكتر من العادي. انا بتكلم هنا رفاهيه انك بس تكسر روتين يومك، انك ولو يوم واحد تستهلكه في حاجه مختلفه. انسان لو قضى سنه كامله بيشتغل بس او سنه كامله بيعمل حاجه واحده او عينه بتشوف حاجه واحده، ده هيقلل جدا قدرته الانتاجيه، هيقلل من ابداعه، وبالعكس ممكن قوي يحوله من شخص مبدع لشخص روتيني جدا. تصحى كل يوم الصبح تروح نفس المكان تعمل نفس الحاجه تروح اخر يوم تنام. موضوع قاتل، خاصه لو واحد بيشتغل في مهنه ابداعيه هو محتاج يشوف الوان اكتر، محتاج يشوف اماكن كتير اكتر، محتاج يعيش اجواء مختلفه عن العادي اللي بيحصل ليه. فتلاقي دايما مثلا ان الناس الفنانين او الممثلين او تلاقي دايما بيسيب المكان اللي هو فيه في الصيف تلاقيه قاعد في الساحل، قاعد في بيسافر بره مصر بيعمل اي حاجه. طب احنا ما عندناش فلوس، انا واحد من الناس ما معايا فلوس، ما عنديش القدره ان انا دلوقتي مثلا اروح اقعد شهر في الساحل. نزلت بوست عندي على الفيسبوك وطلبت من اي حد من صحابي عنده ارض او مساحه خضراء يقدر يستضيفنا عنده ان شاء الله يوم انا وصحابي. احنا دلوقتي رايحين على ارض بتاعت اسامه، المفروض ان هو عنده ارض احنا نقعد فيها نفرش بقى ونقعد نعمل اجواء الريف. موضوع متعب بس اتمنى يكون يستاهل. سمعتك يا حيوان. ايوه اقفل تليفونك وهاته. ايوه اقفله ليه طيب؟ ما افتحوش بس عشان حد اتصل علينا يبقى معانا شغال. اقفل تليفونك. هيجوا ديبه. طب اعمله صابت. اقفل تليفونك وهاته. هيجوا ديبي لان انت لما ردتش. انت قافله اصلا جاهز؟ ما تخافش. جيش لمينا منهم موبايلات. فن توليع دي اسمها شعب. الحاج صاحب الارض لو شافنا احنا بنولع بيها يعني هينفينا من الحياه. استخدمها في ايه بقى؟ دي بيرفع بيها البرتقال ده لما بيكبر وحجمه بيزيد بينزل بيلمس الارض، فانت ده بترفعه عن الارض بيه. ده والحطب ده وكده. ايوه يا حلو. لا طب كمل بقى. عايز الفرق. ها حاجه ثانيه احنا نسيناها برضه، المفروض تتحط على النار من بدري. شوايه المفروض ده يضيع عشان يتحط على النار. احنا دلوقتي ولعنا الفحم. برافو. رايحين ندور على ذره، الحاج زرعه فين الله اعلم، ننزل ندور. هننزل ندور. احرسوا انتوا الحاجات دي ماشي. احنا دلوقتي رايحين مع اسس ندور على ذره. استنونا دقيقتين 2 بالظبط، مش هلاقيه هكلم الحاج اقول له انت زرعه بالظبط. اتفضل انت الاول. انت عارف الطريق. بس انا كانت مخيلتي ان احنا هنيجي نلاقي ارض واسعه قوي. اوه يا لهوي. ايوه ما اعرفش، قلت لي شجر بس ما صفات الابي. مش انا بعجز يا عيني، هتلاقي حلو ان شاء الله. شكل الذره مزروع فين؟ جامد. احنا قلنا ننتهز الفرصه ان احنا بنشوي فراخ، فنشوف شويه ذره كده نشويهم. ده كتير كده يا صديقي. واو كنت طفيت النار. لا لسه ما انا سايب رجاله على النار. عيب. يلا بينا يلا بينا كده. كده
عشان احنا مش هناخده كتير اصلا، البتاع مش هتاكل كتير، احنا عايزين نعملهم على مرتين بس، لانها زياد من كده اللي هتطلع هتتلج مننا. هي هتلمس النار هتستوي اصلا، مش هتاخد وقت، مش مستاهل. انا عايز اقول ان انا منتظر اللحظه هي اصل حاجه يا جماعه. منتظر لحظه الاكل. هي دي الشوي ده فن، ابقى صريح معاكم. انا لما الفراخ دي جت شوحت كده ربع منها جربه، كانت بتشد، مش عارف بقى هل عشان هي ما بقتش تقيله. نار عليها، نار عالية عليها. اكيد هنحطها تاني، مش هناكل كده. 5 هنرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. غريب عندي المدينة كنت أشوفها أكتر جمال، لو كنت غريب عندي المدينة. بص لفوق، بص لفوق، بص لفوق. شايف براد؟ انا نسيت اجيب الشاي يا جماعه. انا جبت شاي بقى، شفت. تعالوا بقى نعمل مبادره كده، يعني نشجع فيها بعض. هسيب لكم هاشتاج هنا، واي حد يقدر انه يغير روتين يومه يعمل ستوري او يعمل فيديو، يعمل اي حاجه وينزلها على الهاشتاج ده. خلونا نهرب من زحمه المدينه ان شاء الله حتى يوم، لان هي فعلا بتقتل. جامده جامد، فراخ جامده. انت معاكم اطباق صغيره ولا كله؟ خلاص انا معايا عيش، ممكن احط حاجه ساعه ما بقتش ساعه. هناكل فراخ قليله الادب. بو بقى في الفل. خلاص يا أس. على الريحه. هات بس الطبق. انا بقى نجيبه. المفروض تصبر. انزل حلو. نضرب شاي من هنا عشان الدنيا ضلمت من هنا. فلو في حاجه تلم لموها قبل الدنيا ما تضلم علينا. يا دلع. ان انت مش محتاج تدفع فلوس كتير عشان تنبسط. جمع صحابك، جمع الناس اللي بتحبهم زي ما انا عملت كده، وروح اعمل اي حاجه. المهم انك تخرج من دايره الروتين اللي انت محشور فيها كل يوم. اللي انا بحاول اقوله بقى ان طاقه ما بعد خروجه حلوه في اخر الاسبوع قادره جدا انها تطلع منك حاجه حلوه. ما بالك بقى يوم او اسبوع انت قررت فيه تشيل الفيشه زي ما بيقولوا وما تفكرش، ما تعملش اي حاجه، فقط تستجيب. بس يا سيدي، وهي دي قصتي.